الكل شاف هذا الفيديو، وهاي نهاية رونالدو مع منتخب البرتغال بكأس العالم. كانت آخر مباراة له. اللاعب اعتزل لعب دوليا، وبعد ما راح نشوفه مع منتخب البرتغال، راح نشوفه بس ويا النصر السعودي. واكيد الكل هسه متعاطف ويا رونالدو. صناع محتوى، مشاهير، اعلاميين، لاعبين كرة قدم، النجوم السابقين والحاليين، وحتى المدربين، الكل متعاطف ويا رونالدو. بس اني ما راح اكون متعاطف وياك، اني راح اكون شامت فيك. بعد المباراة اللاعب توجه ممرات الاعلاميين، واحد الاعلاميين بالقنوات الامريكية وقف رونالدو وسوى وياه لقاء. رونالدو مو كان مقدم اعتذار لشعب البرتغال، لجمهوره اللي يحبه، مو بس من البرتغال، من كل انحاء العالم. لا، طلع بتصريح غريب، قال انا محقق اليورو مع منتخب بلادي بال 2016، وعندي بطوله اليورو اهم من كاس العالم. فانت شلون تقدر تتعاطف وياك وهذا المنطق مالتك؟ انت المفروض كاسطوره كرونالدو تقول انا اتمنى التوفيق للمنتخب، اتمنى التوفيق للجيل القادم، ان شاء الله يحققون بطوله مهمه، ان شاء الله يحققون كاس العالم، او ان شاء الله يحققون اللي انا حققته واكثر. بس تطلع تقلل بطوله كاس العالم لان انت ما اخذتها، هذا غير مسموح به. الصراحه هاي النهايه تستحقها انت لازم تعرف ان كره القدم اخلاق بالاول، وبعدين هي رياضه. وانت من 22 سنه لحد الان تحاول تبرز نفسك انه انت الافضل بالعالم. فخلص انا جاي اقول لكم قارنوا رونالدو مع سواريز، مع بنزيما، مع زيدان، مع كرويف، بس لا تقارنوا لا بميسي، لا بيليه، ولا بمارادونا. ونهايتك صارت مثل نهايه نيمار، اللي فضل الاموال وفضل الشهره وراد ياخذ الاضواء، وعلى اساس ياخذ كاس عالم ودوري ابطال مع باريس ومنتخب البرازيل، والباحه كانت نهايته. فالحمد لله خلصت حقبه نيمار، وهسه خلصت الحقبه مالتك. فلا حد يصير على راسنا بعد. رونالدو لاعب جيد، نقدر نقول من احسن المهاجمين بالعالم، بس لا تقارنه لا بميسي، لا بمارادونا، ولا بيليه. قارنه مع باقي اللاعبين، وانا مستعد لاي انتقاد من يومكم.